اهو بتحرك واحد بس كسر كل تنظيم الدفاع. اهلا بيكم في سلسله تحليل هدف قديم بس جميل. نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك، والدقيقه 83 ولسه التعادل بين الفريقين. بتيجي هجمه للنادي الاهلي، بص كده على مناطق تواجد لاعبين الاهلي هتلاقيهم منتشرين بشكل عشوائي. يعني اللي الكوره جات له ده كهربا، اللي هو مهاجم صريح، يعني المفروض يكون مكانه هنا. بتحصل كلكعه وبيقدر عمر كمال انه ياخد الكوره لمكان فاضي عند هاني. انت طبعا مركز على الكوره وسايب اهم حاجتين، وهما تحرك قفشه وامام، وبالذات قفشه. قلت قبل كده ان الكوره مش كتاب والكل لازم يمشي عليه، وعلشان تظهر لازم تعمل قواعد مختلفه. الكوره لما بتكون عند الباك الطبيعي ان الكل بينضم للبوكس باكبر عدد ممكن علشان حد فيهم يهدف بالراس. قفشه بقى خدع المدافع اللي باصص عليه ووهمه انه رايح لمنطقه ال 18، واول ما عينه ما نزلت من عليه غير مكانه في ثانيه للمنطقه الفاضيه دي. نقف ثواني عند الحته دي. بص على امام عاشور داخل البوكس ومعاه تقريبا 3 لعيبه من الزمالك. ذكاء قفشه كله في الحته دي. لو بمجرد ما استلم الكوره وعملها من مره واحده بس اوفر لاب لامام، كان حد من المدافعين اكيد هيستحوذ على الكوره، لكنه وقف على الكوره ثانيه واحده بس ورفع عينه لامام. الثانيه دي كانت كفيله ان مدافع يضغط عليه فيخف الضغط من على منطقه ال 18، وكمان يخلي المدافع اللي مع امام يركز معاه، لانه توقع انه لما وقف على الكوره انه مش هيرفع، لا ممكن يشوط، فركز مع الكوره وساب امام اللي اترفعت له بالمسطره على رجله، وما استناش تنزل للارض علشان حاله التوهان اللي عند الحارس ما تروحش، ووجهها عكس اتجاه الحارس علشان يسجل هدف من جمله ولا اروع.